السلام عليكم اخواتي اخواني، سعيده بلقياكم من جديد في وصفه جديده من وصفات قناتكم حلويات كوكتيلا. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم التحليه اللي بارده او لا كيك، سميوها كيف ما بغيتو. كتجي رائعه بنينه بثلاث طبقات، فعلا كتستحق التجربه. هي اللي غتبرد عليكم في هذا الصهد وبمذاق اللي رائع وبمكونات كيف دائما عودتكم اللي اقتصاديه متواجده في كل بيت، والاهم عن ذلك انها غير بيضه واحده، كتوجد بسرعه، ما كتاخذش نهائيا الوقت. وكيف العاده اخواتي بلا ما نطول عليكم، كنتمنى الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم تفاعلوا مع الفيديو، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبارطاج مع الحباب والصحاب باش تعمل فائده. وندوزو مباشره الطريقه ديال التحضير مع ذكر المكونات، وكيف العاده كنتمنى لكم فرجه ممتعه. فعلى بركه الله، اول حاجه غادي ندوز للمول. انا اختاريت هذا المول هكا اللي تيكون الشكل ديالو اوفال، ممكن تستعملوا اي مول كان متوفر عندكم، يا دائري او لا مربع. غادي ندهنوا بالقليل من الزيت او لا دهنوا غير بالزبده اللي كان عندكم. ما تنساوش اخواتي حتى الجوانب حتى هما كندهنوهم مزيان باش الكيك ديالنا ما كيلصقش لينا. وغادي ندوز باش غادي نرشوا ايضا بالدقيق، غير القليل فقط. كنحاول هكاك باش كنوزع الدقيق ديالي من الجناب صافي. وهنايا مباشره غادي ندوز للمقادير اللي غادي نحتاج في هذه التحليه. فعلى بركه الله غادي نحتاج البيضه واحده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، وغادي نكها بالسكر فاني، ممكن تنكهو حتى بالفانيلا السائله او لا قشور البرتقال او لا قشور الليمون. غادي نزيد 3 ملاعق كبار من السكر. كيف كنقول لكم اخواتي، السكر دائما تيبقى على حسب الرغبه ديالكم، ممكن تنقصوا كيف ممكن انكم تزيدوا. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات هادو بالطراب اليدوي اي الفوي حتى كينسجم ليا السكر مع البيض جيدا، وما كيبقاوش عندنا ديك الحبيبات ديال السكر نهائيا في الخليط صافي. في هذه المرحله غادي نضيف ملعقتين من الزيت النباتيه، وغادي نولي نحرك مره ثانيه الكل حتى كينسجموا ليا جميع هاد المكونات. بنفس الملعقه اللي عبرنا بها الزيت غادي نعبر بها الحليب. غادي نحتاج فقط ملعقتين من الحليب البارد. كيف قلت لكم مكونات اللي سهله وبسيطه بزاف، يعني كنظن انها متواجده في كل بيت. وغادي نولي نخلط مره ثانيه. في هذه المرحله اخواتي غادي ندوز للنواشف. غادي نضيف ملعقتين من الدقيق. بالنسبه للدقيق هنا راه عندي مغربل من قبل. وبالنسبه لخميره الحلويات فانا غادي نحتاج نصف ملعقه صغيره فقط من خميره الحلويات، ما غاديش نضيف الكيس كله. وغادي نخلط مزيان الكل حتى كنحصل على القوام اللي تيكون بحال القوام ديال الكيك العادي، ما تقلش بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش خفيف. هنا الخليط ديالي مازال خفيف معايا واحد شويه. غادي نضيف ملعقه واحده من الدقيق صافي، وكنولي كنخلط مزيان. كيف كتلاحظوا هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، يعني فاش كنهز يدي الفوق كيجيني خيط واحد، يعني تماما بحال الخليط ديال الكيك اللي كنستعملو دائما صافي. وهنايا غادي ندوز للمول ديالي من بعد ما دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق، كيكون عندي واجد من قبل. غادي ندوز مباشره باش غادي نفرغ الخليط ديال الكيك ديالي بهذه الطريقه صافي. وكنحاول هكا باش غادي نوزع الخليط ديالي على المول حتى كنتحصل على الطبقه اللي كتكون متساويه ومقاده. بالنسبه اخواتي لهاد الطبقه هذه ديال الكيك، حنا بغيناها تجينا رقيقه، يعني بحال الطبقه ديال لا جينواز، ما بغيناش الطبقه ديال الكيك تجينا غليظه صافي. هنا كنحاول كنوزع بالسباتول او لا غير بملعقه. وفي هاد الاثناء غادي ندخلها للفرن. غادي نشعل ليها من التحت حتى كطيب وكتطلع فيها التحميره مع الجناب، وكنولي عاوتاني كنطلعها الفوق باش كتحمر وكتذهب ليا غير واحد شويش. وبالنسبه اخواتي المده ديال الطيف راه ما كتاخذش نهائيا الوقت، يعني بقاو جالسين حداها باش ما تحرقش لكم لانها كتكون طبقه رقيقه، فراه دغيا دغيا كطيب. في هاد الاثناء غادي ندوز باش غادي نحضر معكم الكريمه اللي غادي نحتاج ليها نصف لتر من الحليب البارد. كنوضعو هكا في واحد الكاسرون، وغادي نزيد 3 ملاعق كبار من السكر. كيف كنقول لكم السكر على حسب الرغبه، ممكن تنقصوا كيف ممكن انكم تزيدوا دائما. غادي نكه بالسكر الفاني، وغادي نزيد ملعقتين كبار من الدقيق، ممكن تعوضوه بالنشا اي المايزينا اللي كان متوفر عندكم في البيت صافي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. كريمه اللي غير اقتصاديه وطريقه اللي سهله. غادي نحرك الكل على البارد، ضروري اخواتي من المرحله هذه تحركوا على البارد باش كتجنبوا ان ما يكونش عندكم واحد التكتلات او لا حبيبات ديال الدقيق في الخليط ديالكم. ومن بعد غادي نرد الكاسرون ديالي على نار اللي هادئه مع التحريك المستمر دائما كيف عودتكم في الفيديوهات ديالي السابقه، يعني راني كنت شاركت معكم طريقه تحضير الكريمه.
فما بغيتش نطول عليكم لا فيديو. يعني الطريقه اللي سهله، كتبقاو كتحركوا هكا مزيان على نار اللي شعله اللي مهيله بزاف، ما توقفوش من التحرك باش الكريمه ما كتحرقش لكم. صافي حتى كتحسوا بها انها تقالت ويعني والقوام ديالها ولا ثقيل، كتزولوها من فوق النار. هنا يا اخواتي الكريمه ديالي من بعد ما طابت كتكون جاهزه بهذه الطريقه. القوام ديالها كيصبح ثقيل. في هذه الاثناء ممكن تضيفوا قطعه من الشوكولاته البيضاء او لا ياغورت بالنكهه ديال الفاني اللي بغيتو. وهنا غادي ندوز مباشره باش غادي نفرغ على الطبقه ديال الكيك ديالي من بعد ما كتكون طابت وتحمرت ليا. وكنفرغ الطبقه ديال الكريمه بهذه الطريقه، كنحاول هكا باش كنوزع على الجوانب وصافي. وكنخلي المول ديالي على سطح العمل حتى كيبرد ليا وكياخذ ليا درجه حراره المطبخ. وعاد غادي ندخلها للثلاجه باش كتزيد الطبقه ديال الكريمه تمسك ليا اكثر وتشد راسها. صافي. وفي هذه الاثناء غادي ندوز باش نحضر معكم الطبقه الثالثه اللي هي ديال الكراميل. كناخذ هكا واحد المقلاة وغادي نوضع فيها كأس من السكر سنيده على نار اللي مهيله بزاف. غادي تخليو هكا السكر ديالكم حتى كيبدا يذوب الراس وما تحركوهش نهائيا في المرحله. يعني خليوه حتى كيبدا يبان لكم انه داب معكم هكا السكر. في هذه الاثناء غادي نخلي السكر ديالي كيذوب وغادي ندوز هكا باش غادي ناخذ نصف كأس من الماء. غادي نزيد ليه ملعقه كبيره من النشا اولا الدقيق اللي كان عندكم. فبالنسبه اخواتي لهذا نص كاس ديال الماء مع الدقيق فغادي نضيفوه في الاخير كيف ما غتلاحظوا معايا. غير تبعوا ان شاء الله الفيديو حتى للاخير باش تعرفوا على جميع المراحل. غادي ندوز للسكر. هنايا كيف كتلاحظوا راه بدا كيذوب ليا كيف كتلاحظوا، فانا ما حركتوش نهائيا، خليته هكا على شعله اللي مهيله حتى كيبدا يذوب لكم السكر. صافي غير تلاحظوا بانه داب، كتاخذوا هكا شي ملعقه خشبيه وكتبقاو كتحركوا في السكر ديالكم بهذه الطريقه باش كيذوب لكم، يعني حتى ديك الجوانب حتى هما تيذوبوا وتياخذوا درجه حراره المقلاة. غادي نضيف كأس من الماء المغلي. وفي هذه المرحله ملي تكونوا كتضيفوا كأس من الماء المغلي بعدوا وجهكم باش لا قدر الله هكا ما تقيسوش الوجه ديالكم لان كيعمل هكا واحد الفقاعات. هنا يا اخواتي المقطع فاش كنت كنضيف الماء تحدف ليا وصافي وكنستمر هكا في التحراك. واخا تلاحظوا ان السكر تحجر لكم ما تخافوش، بطبيعه الحال راه غادي يتحجر لكم في الاول، غير استمروا في التحراك حتى كيتسلق معكم وكيذوب تماما. في هذه الاثناء غادي نضيف داك نص كاس ديال الماء الدقيق اللي كنا حضرنا من قبل، كنضيفوه على السكر ديالنا حتى كيعقد لينا هذا الكراميل وكيصبح القوام ديالو ثقيل. صافي هنايا مباشره كناخذ الطبقه ديال الكريمه بعد ما كتكون تماسكات ويعني وشدات راسها اكثر، كندوز مباشره باش كنفرغ عليها الطبقه ديال الكراميل وهي باقا سخونه. في هذه المرحله خصكم تكونوا شويه سرع باش الطبقه ديال الكراميل ما كتقصحش لكم. وهنايا كنبقى كنوزع هكا بالملعقه حتى كنغطي ديك الطبقه ديال الكريمه كامله. صافي بهذا الشكل. صافي هنايا من بعد ما وزعت الطبقه ديال الكراميل هنا ما خليتهاش نهائيا تبرد اولا تشد راسها. نتوما الا ما كنتوش مزروبين بها غادي تدخلوها الثلاجه تقريبا هكا واحد الساعه حتى لساعتين، في كتزيد ديك الطبقه ديال الكراميل يعني تقصح وتشد راسها اكثر. فبالنسبه لي انا ما دخلتهاش نهائيا للثلاجه، غادي ندوز مباشره باش غادي نقسمها معكم باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كي كتجي. وغادي ندوز غادي نزينها بالقليل من البسكويت من بعد ما كنكون هكا هرمشتو بهذه الطريقه. ممكن تزينوا حتى بالكاوكو مهرمش اولا اللوز افيلي اولا تخليوها غير هكاك اللي بغيتو. صافي بهذه الطريقه. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي اللي حضرت معكم اليوم. كيف كتلاحظوا الطبقه ديال الكراميل راه مازال هكا ما شداش راسها مزيان. نتوما دخلوها للثلاجه وخليوها تماسك وتشد راسها اكثر. وكنتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم، غير جربوها انا متاكده غتنال اعجابكم. وكيف العاده اخواتي ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبارطاج مع احباب وصحاب باش يعمل فائده. ما بقى لي نقول لكم غير الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات قناتكم حلويات كوكتيلا. خليت لكم الراحه، دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.